السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل متابعين القناة. يا رب يجعل نهاركم زي الفل والخير والسعادة والجمال، بصرف النظر طبعا عن منظري. أنا جاية طبعا من الشغل حاليا دلوقتي، و لسه راجعين من الشغل. تمام. ولسه كنت عايزة أوريكم بس البلكونة والزرع، بس التليفون بيرن. ثواني، خلي التليفون يرن. مساكوا سعادة وفل وجمال وخير وكل حاجة حلوة. يا رب يا رب كده يجعل النهاردة والأيام اللي باقية وكل يوم في حياتكم حلو وجميل. بصوا بقى، عملت حاجة. نزلت النهاردة، مش النهاردة، نزلت من فترة. خدت، لا أنا هتكلم من جوه عشان الدوشة. خدت كمية زرع، اسمها اللي هي اسمها ايه، شوالي، اللي هي الايه، الشتلات. سوري، خدت شتلات. الشتلات دي خدتها وابتديت ان انا، عشان انا عندي طينه كتيره فزرعتها، لان انا كان اوريدي زرع كان عندي كان خلاص وقف، وما كانش ينفع ابدا ان هو ايه، كان كله بقى ايه نيت، يعني الزرع كله بصيت لقيته حصل له مشكله ان هو جه عليه فصل اللي هو الخريف ده، وبعدها الشتاء، وبصيت لقيت شكرا الزرع ما عابش مني تاني. اللي حصل ان انا الحمد لله نزلت بقى ايه، استرجعته تاني. هو بصراحه انا لاحظت، لان انا من مدمني اسمه ايه الزرع، فاللي لاحظته اكتر ان الزرع بيبقى كويس جدا فين في الشتاء، في اللي هو التوقيت بتاعنا ده، اللي هو التوقيت اللي انت تبص تلاقي فيه ايه، تلاقي فيه الجو جميل. فعملت ايه، نزلت جبت الشتلات دي اللي انا قلت لكم عليها، خدت اللي هي القطيفه، وخدت خبيزه، وخدت كنت طالبه منه البشمله، قلت له يجيب لي البشمله، شجره البشمله. وعلى فكره اسعارها جميله جدا جدا. وهنزل لو انتم من اسكندريه، من منطقه العجمي، او من اسكندريه، من اي مكان، الراجل ده على فكره حد جميل جدا قوي، واسعاره حلوه خالص، واسعاره مش غاليه، والزرع عنده رخيص مش غالي. جبت كميه كبيره، جبت شتلات. الشتله عنده يعني مثلا بتبقى بعامله مثلا 10 جنيه. لكن لو مثلا نبات الظل عنده في حاجه عامله 30، وفي حاجه، لا، في حاجه عامله 20، وفي حاجه عامله 30، وفي حاجه عامله 70 و50. يعني ممكن ان الواحد ايه ينزل في الثمن شويه بتاعها. بالنسبه لايه تاني جبت انا عايزه اقول لكم ان انا كنت زارعه فلفل اللي هو الاخضر والاحمر ده، انا كنت زارعاهم. البذره موجوده من زمان قوي في الطينه، بس ما نبتتش ولا زرعت الا اليومين دول، سبحان الله. باميه عملت، زرعت معايا دلوقتي. هي ابتدت انها تزرع، لكن هي ما زرعتش اوريدي، لكن هي ابتدت انها تزرع. ايه تاني يا نهى؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لسه عايزه اخد منه نعناع، وعايزه اخد ريحان، خدت خبيزه، وخدت عايزه اخد كمان لبلاب. اللبلاب عايزه اخده عشان اللبلاب عايزه اخد لبلاب من عنده، عشان اللبلاب بقى عايزه امشيه كده على البلكونه علشان ياخد يعني ايه، اللبلاب بيكبر بسرعه، وفي نفس الوقت بيضلل على البلكونه. فعايزه كده اوصله كده ببعضه كده، اجيب ستاند، اي ستاند سلك، واخليه الفروع تجري عليها. بصوا، اكتر حاجه ممكن تخليكم في مود جميل قوي وفي هدوء نفسي هو الزرع. والله الزرع حلو، لدرجه ان انت لو خدت مثلا اي ساندوتش كده وكلته جنب الزرع هتحس بدنيا تانية. انا بالنسبه لي الزرع اللي موجود عندي في البلكونه ما نبتش، كان كله شبه ميت والله العظيم. كله تحس ان ابص كده للزرع الاقي الزرع كله خلاص اتدمر، طينه 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 ناشفه جافه. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصيت لقيت الزرع بقى كويس، و ابتدى ونبت، وبيكبر ما شاء الله، يعني بطريقه حلوه. انا هعمل لكم فيديو دلوقتي هوريه لكم. بصوا، بالرغم ان مساحه البلكونه عندي مش كبيره، يعني هي تعتبر لا كبيره قوي ولا صغيره قوي، بس واخده عدد كبير من الشوالي، يعني انا نصها عاملاه للزرع. بس انا مبسوطه جدا جدا بيه، بمجرد ما بطلع بس بسقيهم كده، وبطلع بحط لهم الميه، بحس بانسجام غير عادي. تعالوا بقى ايه، نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. اوعي تتخبطي فيا.
تعالوا كده وانا منوره النور. طبعا انا مش عايزاكم تبصوا على التراب اللي في البلكونه، انا عايزاكم بس ايه تبصوا ايه على الزرع. بصوا الجمال، شايفين؟ تعالى كده 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 كده. بصوا شايفين الجمال. انا بس ايه همرر كده الزرع. بصوا دوت صبار، دوت اللي هي القطيفه. بصوا ما شاء الله، بصوا بتبتدي تنبت ازاي. شايفين؟ انا دي عباره عن ايه، كنت جايباها شكله وابتديت ان انا اشيل بس الزايل بس منها اللي هو ايه الميت ده، عشان ده مش هيلزمني. وفي حته ازاز اشيلها، حته الازازه دي ممكن تعورني، لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا دي مشكله. بصوا ابتدت بصوا شايفين ده هتطلع طبعا الورد ده اهي. دي بالنسبه للقطيفه صبار. دي كانت بذرة المانجا. بصوا ابتدت بذرة المانجا، بصوا بتنبت حوالين منها، يعني كل ده بينبت مانجا. بس زي ما انتم شايفين العصافير بتاكله اول باول. العصافير ما شاء الله مش مخليه لي حاجه. كل اللي انتم شايفينه ده طماطم، دوت الفلفل ده بقى، ده الفلفل تمام. دوت باميه تمام اوكي. هنلاقي باميه دي طبعا ما شاء الله. بصوا دي بتبتدي انها تكبر. انا مش عارفه، لقيت الفيديو وقف بس مش عارفه هو وصل لحد فين. انا بس هكمل تاني بسرعه عشان تشوفوا اهو. بصوا دي جميله قوي اهو شايفين؟ بصوا لحد ما وصلنا. بصوا الصبار ابتدى بصوا يعمل ايه. بصوا انا بس عايزه اوريكم بصوا الصبار ابتدى يطلع ايه. شايفين؟ اجمل حاجه ان الصبار بصوا ابتدى ايه، لانها قديمه ما شاء الله من عندي، وابتدت بصوا تعمل ايه. الحاجات دي حلوه قوي. دي المانجا زي ما قلت لكم ما شاء الله ابتدى الزرع يكبر. بصوا اهو تاني، بص اهي عليه تاني. هو فين اصلا اهو؟ شايفين؟ مشكلتي ان انا جايبه التليفون انا عندي في البلكونه دوشه. صداع بيخليني مش قادره. انا لسه جايه من الشغل، قلت لا لازم اوريكم منظر البلكونه والزرع، لان حلوين جدا. الشغل فعلا في اجهاد، بالذات لما يبقى الحد بيبقى في مجال التربيه والتعليم، بيبقى الشغل متعب جدا 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 جدا. لو وكمان مش بس كده، لو انت مثلا سن الولاد اللي هو سن المراهقه ده بيبقى صعب. يعني الاول كان مجالنا في الجامعه، كنا بنتعامل مع شباب وبنات على قدر من العقل والحكمه شويه. لكن الثانوي مشكلتهم بتبقى كبيره قوي، والاعدادي برضو نفس الطريقه بتبقى المشكله بتاعتهم كبيره. انت بتتعامل مع فئه في سن المراهقه اللي هي اللي على حق بقى، المراهقه الجميله. فهو ده يمكن اللي بيجهد الواحد شويه، بس لعله خير. وربنا يا رب يجعل يومكم مليان بالتفاؤل. والله العظيم انتوا وحشيني جدا، بقالي كتير قوي 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 ما قعدتش اتكلمت معاكم وما حكيتش معاكم. وقلت لا لازم اول ما اطلع هعمل لايف دوت وهقعد اتكلم مع الفانزات تبعي. يا رب يجعل يومكم زي الفل وزي الخير. وتاني برجع اقول تاني، ما تحاولش تسيب الوحدة والاكتئاب يمتلكوك. الاكتئاب والوحدة بيمتلكوا اي شخص مننا ربنا خلقه على وجه الارض، من خلال ان انت ما بتشغلش نفسك في حاجة. يعني الناس اللي بتبقى على المعاش اللي بيطلعوا دول وبيقولوا لهم شكرا، زي عاملين زي ما يكونوا اللي هي الخيول اللي ما بتيجي مثلا ايه بس انها بيكبر بتتضرب بالرصاص، يقولك لا ده هياكل ويعمل اكل. فالبند اللي هو الحياة في ألمانيا وفي الدول الأوروبية بتبدأ بعد سن 60. يعني بعد سن 60 يقولك أنا لو عنده يقول أنا عندي 5 سنين. فخلينا عندنا تفاؤل، خلينا عندنا أمل، خلينا عندنا روح حلوة. خلينا دايما ما نشغل نفسنا بعمل. ما تقعدش ساكت، ما تقعديش قاعدة كده ساكتة، لأ طلعتي على المعاش دخلي نفسك في مشروع، عشان الوحدة ما تقتلش الإنسان. بجد فعلا اكتر حاجه ممكن تشغلك وتطلعك من عالم الاكتئاب والهلع والخوف والحاجات دي كلها هي ان انت